في أطفال بتتكلم وأطفال بتتألم بصمت. كلنا سمعنا اللي حصل للأطفال والاعتداء اللي تم عليهم أثناء تواجدهم في المدرسة، وإحنا في الحقيقة مش هنتدخل في جانب المدرسة ومسؤوليتها الكاملة عن اللي حصل، لأننا واثقين بإذن الله في الإجراءات القانونية والتحقيقات اللي بتتم حالياً بإذن الله. لكن دورنا كتربويين إننا نتكلم في الجانب اللي يخص الأم ودورها في إنها تحمي طفلها من الخطر ده. كل يوم ابنك بيرجع من المدرسة ومعاه قصة، بس السؤال هنا، هو بيحكي لك ايه منها؟ ولا ما بيحكيش حاجة خالص؟ كتير من ولادنا ما بيعرفوش يحكوا. هل فكرتي مرة تعرفي السبب؟ ولا قلتي عادي أصل هو مش اجتماعي ودي فروق فردية بين الولاد؟ أحب أقولك إن النوع ده من الأطفال هو أكتر عرضة للخطر. ولادنا محتاجين مننا مساحة أمان يحسوا فيها إنهم يقدروا يحكوا بدون خوف ولا لوم ولا توتر. مش كده وبس، ده كمان محتاجين ندربهم إزاي يعبروا عن مشاعرهم واللي جواهم، وبالتالي يحكوا لنا عن تفاصيل يومهم واحدة واحدة. علشان كده تعالي احضري معانا محاضرة مجانية بعنوان مساحة أمان، واللي هنتعلم فيها الأسباب اللي تخلي الطفل يكتم وما يحكيلناش، وإزاي يدرب الطفل على التعبير عن مشاعره بتدريبات عملية، وإزاي أبني مساحة أمان بيني وبينه، وإيه العلامات اللي لازم أخد بالي منها من بدري. لو مهتمة تحضري معانا المحاضرة اكتبلنا في الكومنت مساحة أمان وهنبعتلك كل التفاصيل.